بطريقه غير صحيحه، ودي مشكلتنا في هذا العصر. فضيلة الشيخ بعض المحفظين غير مجودين للقرآن. فضيلة الشيخ سيد، انا نداءاتي جابت نتيجه، لان الفتره الماضيه لو لاحظنا بالنسبه للقراء والكلام ده كله، لما اعضاء المقارئ اعيد اختبارهم من جديد، اللي هم اعضاء المقارئ في الاوقاف وقراء السوره والكلام ده كله. الكلام ده كله انا السبب الرئيسي بعد الله فيه، لان انا الوحيد في مصر كلها اللي طالبت في هذا الوقت بان الاعضاء المقارئ يعاد امتحانهم من جديد. نعم. وفعلا الوزير استجاب للكلام وعاد اختبار القراء واختبار اعضاء المقارئ من جديد، وحاليا بيتم اختبارهم حتى اليومين دول في الوزاره. فالكلام بيجيب نتيجه يعني حتى مع المسؤولين يعني. نعم. ده اللي احنا لابد ان احنا يعني نجاهد في الوصول اليه، الا ان يكون محفظ القران لابد ان يكون مجود للقران تجويدا كاملا، حتى يعلم بطريقه صحيحه ويعلم التجويد كاملا لمن يريد التجويد. انما بطريقه هذه قارئ ومشهور ويقرا في المآتم وغير مجود للقران، او يقرا باحكام خطا، او يتنافس في القراءه، كل ذلك لابد ان يكون لنا عنده وقفه. نعم فضيلة الشيخ سيد، يعني أشكرك شكر كبير جدا الشيخ القارئ الدكتور السيد عصمت الأحول.